تخيل ان تليفون الايفون اللي البعض ممكن يكون بيحلم بيه او تكون امنية حياته ان هو يشيل تليفون من الشركة دي، وده بسبب ثمنه الغالي قوي، ومفتاح عربية فارهة يعني تقدر تقول عليها بعشر اضعاف الايفون، يترموا على لاعب كرة قدم داخل ملعب بسبب ان الفريق اللي انت عايزه يكسب ما كسبش المباراة. فوز منتخب قطر على منتخب الامارات. ما هو رد فعل الجمهور الاماراتي؟ ايه القصة؟ يوم 14 اكتوبر امبارح، اليوم ده هيكون يوم حاسم جدا بالنسبة للجمهور القطري والجمهور الاماراتي، وامال حول الصعود لكاس العالم، وتحديدا على استاد جاسم بن حمد في قطر هتتلعب مباراه بين المنتخب القطري وبين المنتخب الاماراتي. اللي هيفوز فيهم هيصعد لنهائيات كاس العالم اللي هتتلعب في امريكا. بتبدا المباراه، ينتهي الشوط الاول، وفي بدايه الشوط الثاني وفي الدقيقه 49 يجي لاعب منتخب قطر اكرم علشان يعمل عرضيه للاعب بوعلام خوخي، ويقدر ان هو يترجمها لهدف اول لمنتخب قطر في شباك الامارات. وبعد 25 دقيقه في الدقيقه 74 نفس اللاعب القطري اكرم بيعمل عرضيه للاعب بيدرو، وبيقدر ان هو يسجلها الهدف تاني علشان تقترب قطر وتحسم الفوز وتتاهل لنهائيات كاس العالم. الى ان في الدقيقه 89 يطرد منهم لاعب، وفي نهايه الماتش تحديدا في الوقت البدل ضائع في اخر الثواني بتقدر الامارات ان هي تسجل الهدف الاول في شباك قطر، لكن كان الوقت خلاص خلص والحكم صفر، وكده قطر في نهائيات كاس العالم. الغريب هو المشهد اللي جاي. في نفس وقت صفاره الحكم الجمهور الاماراتي بدا ان هو ينزل ارضيه الملعب ويعتدي على اللعيبه القطريه، وبعض الجمهور اللي ما نزلش ارضيه الملعب قرر ان هو يرمي ايفونه ومفتاح عربيته على اللعيبه داخل الملعب.